باكل طول الاسبوع بشكل صحي، ملتزمه بالدايت بتاعي. الدكتوره كاتبالي دايت منزلني تقريبا 500 ل 1000 سعر حراري في اليوم، فبخس خلال الاسبوع من نص لكيلو ونص، والدنيا فلالي وحلوه قوي. بس باجي يوم الفري بقى، ما اقولكيش يا دكتور، بدبها. بجيب البطه وجنبها المحشي واختم بالبسبوسه، واحط جنبها شويه هريسه على شويه ايس كريم، وبالليل اضرب الفشار مع الايس كريم مع ازازه اللب، واصحى تاني يوم الصبح اخد لي ساندوتش كبير كده، فلافل على طعميه على بتنجان مقلي على مش عارفه ايه على ايه على ايه. بدبها. بس اول ما الدايت بيبدا برجع تاني التزم. مش هتخس، مش هتخس. ليه بقى؟ دلوقتي انا طول الاسبوع ممشياكي على كالوريك ديفيسيت، يعني نقص في عدد السعرات اللي هو المفروض هيخسسك. تقريبا مثلا نقول ايه، 5000 سعر حراري. حلو. فانت جيتي في يوم واحد بس خدتي 5000 سعر حراري اللي احنا بننقصه طول الاسبوع، فبالتالي اللي انت نقصتيه وحرمتي نفسك منه وشلتيه طول الاسبوع خدتيه في يوم. خدتيه في يوم. طول اليوم من ساعه ما فتحتي عينيكي لحد ما غمضتيها بتاكلي. كده غلط. الحل ان انا اخد وجبه واحده، طبق متوسط فيه العناصر اللي انا كان نفسي اكلها، بانيه، مكرونه، بط، محشي. احنا كده كده بناكل الحاجات دي في الدايت، بس يعني مثلا كنت عايزاه بشكل بقى ايه، كله دهون ومش عارفه ايه. طبق لحد ما اشبع، وممكن اخد حاجه حلوه صغيره، غير كده لا.